إيهاب توفيق طول عمره في حاله، ولا حد بيسمع حاجة عن حياته الشخصية، ولا راح فين ولا جه منين ولا أي حاجة خالص. يا دوبك بس لو في حفلة بيعلن عنها بيعمل شغله وخلاص، ولا حس ولا خبر، لحد ما جت 2015 واتقلبت الدنيا في حياته كده بينه وبين رجل أعمال. وهوب فجأة في الساعات الأخيرة رجل الأعمال ده طلع وقال بالمستندات إن إيهاب توفيق نصب عليه وكمان على أبوه. فيا ترى إيه الحقيقة؟ وإزاي إيهاب توفيق ينصب؟ وإيه رد فعل إيهاب على الموضوع ده؟ تعالوا بقى بينا نعرف الحقيقة الكاملة في الفيديو ده. إيهاب توفيق مرة واحدة كده اتقال عليه من رجل أعمال إنه نصاب ونصب عليه في بيع فيلته في الشيخ زايد مرتين. فالموضوع ابتدى من 2015، وفعلا إيهاب باع فيلته اللي كانت في الشيخ زايد لرجل أعمال. بس الظاهر بقى إن الراجل ده ما تمكنش من الفيلا أو سابها لحد الفترة اللي فاتت دي عشان يسقعها. فاتفاجئ إن إيهاب باعها تاني لأبوه في سنة 2019 وخد الفلوس منهم هما الاتنين، ومحدش عارف منهم يعمل أي حاجة معاه. قال كمان إنه معاه مستندات بتثبت الكلام ده. الموضوع ليه كذا سيناريو، فرجل الأعمال بين إنه اتنصب عليه ومش عارف ياخد الفيلا، وإيهاب باعها لأبوه تاني في 2019، وإنه رفع قضية تزوير على إيهاب بس إيهاب طلع منها. لكن في الاستئناف اتحكم ضد المطرب المشهور، بس برضه الراجل لحد دلوقتي ما خدش الفيلا. كل ده الحكاية بس من طرف رجل الأعمال، بس في شاهد حضر البيعة وكان برضه ليه سيناريو مختلف. السيناريو بتاع الراجل اللي حضر البيعة كانت سنة 2015. قال إن إيهاب توفيق باع الفيلا ونقص من ثمنها $500,000 جنيه مقابل بس إنه ياخد أرباح من رجل الأعمال اللي هيبيعها تاني بعد كده بس بسعر أغلى. الاتنين وافقوا على العرض وكتبوا العقد والدنيا تمام، بس رجل الأعمال منفذش كلامه وقلب، وفي الآخر جاي يتهم إيهاب توفيق بالنصب عليه. بس كل ده ما حصلش طبعا، لكن إيهاب توفيق كان ليه رأي تاني خالص. فقال بالحرف الواحد كل اللي الراجل ده قال عليه ما فيهوش ولا كلمة صح، لأن أنا بعت له الفيلا واتفقنا على أرباح منها بعد ما يبيعها بعد شوية. كتبنا العقد والدنيا كانت تمام، بس هو بقى أخل باتفاقه، وأنا ما بحبش أرد على حد لأننا في بلد قانون وهاخد حقي منه بالقانون. مش بعد ما عمل الهوجة دي كلها وطلعني بالمنظر ده قدام جمهوري هسيبه عادي كده. الموضوع ده قلب الدنيا، وطلع ناس كتير من الجمهور وطالبوا إيهاب بإنهاء الموضوع ده عشان مستقبله الفني اللي بقى محطوط في وش المدفع بسببه. فيا ترى تفتكروا مين اللي صادق في الموضوع ده؟ ويا ترى بقى هل الموضوع ده هيخلص بالحب ولا هيفضلوا بقى في وش بعض في المحاكم؟